ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر. طيب ازيكا، معلش اشرح بسرعه بس ثوره المفاصل اللي هي الثلاث شروط بتاعتها: العدد والانتشار والفعاليه وتوازن الرعب. اول حاجه العدد والانتشار، هو انه مشاركه عدد كبير من الشعب، بنتكلم في ملايين 3 4 مليون بني ادم ينزلوا في نفس الوقت وينتشروا في مناطق كتيره. والهدف من الانتشار ده ان الشعب يتواجد في الاف نقاط التجمع، فيبقى صعب على صعب على السيطره الامنيه على التجمعات الكتير دي. تاني حاجه الفعاليه، وهي ان الثوره مش مجرد هتافات او مش مجرد ان احنا هنقعد نرسم على الحيطان ونقول له ارحل ارحل. لا، احنا هنسيطر على مفاصل الدوله زي البنوك والمجالس المحليه والضرائب المحاكم. والهدف من الموضوع ده هو ان احنا نشيل حركه النظام عن طريق يعني منع استخدام المؤسسات في قمع الشعب. وبرضه هنبتعد عن اقسام الشرطه او نقاط او المعسكرات بتاعه الجيش والخدمات العامه اللي هي زي الميه والكهرباء والغاز والصحه وغيره. ثالث شرط هو توازن الرعب، وهو رسالتنا لفرد الامن ان انت اقعد في بيتك هتسلم، يعني الزم بيتك تسلم. لم ندعو العنف وثورتنا سلميه، ولكن عندنا الحق في الدفاع عن النفس. ولو شارك فرد الامن في قمع المظاهرات فجيرانه واهل الحي بتاعه اولى بيه وبيوتهم جنب بيوتنا وهيكونوا ليه بالمرصاد. فدي الثلاث شروط بتوع ثوره المفاصل. بس قبل ما دي الحاجات اللي هنحققها في ايام الثوره. قبل الثوره بقى ما تبدا، في حاجه اسمها قياس الجاهزيه، ودي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي الحشد لثوره المفاصل. وهو القياس الجاهزيه دي باختصار هو اجابه السؤال بتاع انا مش هنزل غير لما اضمن ان الناس ثانيه هتنزل. لان في ناس كتيره جدا دلوقتي بتغلي ونفسها النظام ده يسقط وفي نفسها بثوره، بس بيقول لك انا ايش ضمني لو انا نزلت الشارع ما يتقبضش عليا، وان انا لو نزلت الناس تانيين ينزلوا. فاحنا بنعمل قياس جاهزيه كل اسبوعين دلوقتي تقريبا، بنعمل قياس ان الناس تنزل بمنتهى الامن، مفيش اي مظاهر للثوره او الاحتجاج او مظاهرات، بتنزل تتمشى عادي في الشارع، ما بتعملش اي خطوره. حتى الضابط او المخبر مش هيعرف ان انت انسان عادي بيتمشى في الشارع بيقضي مصلحه او كده، ولا نازل فعلا قياس الجاهزيه. ولما نلاقي العدد اللي استجاب لقياس الجاهزيه لقينا الشوارع اتزحمت بشكل غير طبيعي، هنبدا نطلق او نحدد موعد لانطلاق ثوره المفاصل. دي باختصار هي ثوره المفاصل للي بيسال. فكره ازاي تتواصلوا معانا لو عندكم افكار او مقترحات. طبعا احنا عندنا عشان نراعي الامن وسلامه الناس، فبنعمل حاجه اسمها في منصه اسمها صارحني. دي لما تيجي ترسل انت رساله لينا هترسلها من مجهول، فما حدش يقدر يرصدك او بياناتك ما بتبانش عندنا، فنرجو التواصل على هذه المنصه. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر.